في السلسلة دي أنا رتبت لك أنجح 10 أفلام مصرية، وده الجزء الأول منها. وللتنويه، هذا الترتيب بناء على رأيي الشخصي وليس على إيرادات الفيلم ولا رأي النقاد فيه ولا حتى عدد الجوائز الحاصل عليها. أول فيلم معانا هو رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. اتصنف كعمل درامي ويعتبر أول تجربة سينمائية للمخرج خالد منصور، ويعتبر أول بطولة لعصام عمر، وشاركوا في البطولة راكين سعد وسما إبراهيم وأحمد بهاء، واللي بالمناسبة كان أحد مؤسسي فرقة شارموفرز. بداية الحكاية مع حسن، شاب بيعيش في القاهرة وصاحبه الوحيد هو كلبه رامبو. تبدأ فقرة الانتقام بعد ما بيهاجم رامبو كارم. قبل ما تشوف الفيلم هتحكم عليه بالتفاهة لمجرد انك استشفيت انه مجرد شخص بسيط بيحاول يحمي الكلب بتاعه. بس مش دي القصة خالص، لان الفيلم كله عبارة عن رمزيات ومفيش حاجة بالمفهوم القريب على العقل انه يستوعبها. يعني رامبو كان بيرمز للبراءة وسط عالم عدواني، اما المنفذ فهو كان محاولة من حسن انه يخرج من حالته النفسية. حتى كارم كان رمز للفئة اللي زي ما بنقول عليها بتعمل من الحبة قبة، بمعنى أوضح للمجتمع اللي بيحكم ويقرر على أتفه الأسباب. بمناسبة الكلب فأنا افتكرت فيلم قديم اسمه علي معزة وإبراهيم، نفس السكة، بس الفرق إن في حالة علي الموضوع كان فانتازي أكتر. نرجع لموضوعنا. شارك الفيلم في مهرجانات دولية زي فينيسيا، ولو ما تعرفوش فده أقدم مهرجان سينمائي في العالم، وعلشان الفانز يعتبروا النقاد بس ريموتلي فدي بعض الآراء عن الفيلم، وكان منهم طلب إضافة تسمية جديدة للأفلام وهي الأفلام الإنسانية. ده شخص فهم رسالة الفيلم علشان يكتب ريفيو زي ده. وفي يوم اللي اتحمس لأعمال خالد منصور الجاية بعد ما شافوا رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. الفيلم كان مليان بالرمزيات والكوميديا السوداء، وكان بالواقعية اللي قدرت توصف هم الناس ويحسوا إنه شبههم. في النهاية الفيلم مش بيدينا إجابة واضحة، هل رامبو قدر يوصل للمخرج ولا الرحلة في حد ذاتها كانت المخرج؟ الفيلم خلص ووصلنا للنهاية، بس لسه التتر منزلش عندك ودماغك بتفكر، لأنك بشكل أو بآخر هتلاقي نفسك مكان حسن. المواقف ممكن تكون متشابهة باختلاف الصياغة والشخصيات، وعلى الرغم من كل ده إلا أن الفيلم محققش النجاح المطلوب من حيث الإيرادات مقارنة بالأفلام التجارية التانية. الفيلم التاني وهو كيرة والجن، المأخوذ عن رواية 1919. أحمد كيرة دكتور بيرأس مجموعة نشطة لمقاومة الاحتلال، وبيتحد مع الجن في جزء من الفيلم، وبيطردهم في الوقت ده هارفي علشان يمنع المقاومة من إنها تكمل أكتر من كده. كل اللي أقدر أقوله عن الفيلم إنه مزج متقن بين التاريخ والدراما، لأن الفيلم مليان أحداث حقيقية حصلت بالفعل. رأيي الشخصي إن الفيلم قدر يلعب على جميع الأوتار: المطاردة، التراجيدية، الكوميديا، الرومانسية، التاريخية، الكفاح، ومفيش جانب واحد طغى على التاني. والسبب في كده هو وقت الفيلم اللي كان مسبب أزمة لناس كتير، لأنهم مش متعودين إن الفيلم يكون ساعتين. فيلم شارك فيه اسمين زي أحمد مراد ومروان حامد، لازم يطلع بالشكل ده. وأقدر أقول إنه أبسط فيلم ليهم من حيث القصة، يعني مفهوش مناقشة لمواضيع فلسفية زي اللي كان بيناقشها الأصليين، إحنا عاملين حلقة كاملة عنه، هسيبلك اللينك في الديسكريبشن. ولا في الألغاز والغموض اللي في الفيل الأزرق بأجزائه. وطبعا لا تعليق على موسيقى هشام نزيه. ظهر أحمد عز في بودكاست بيك تايم مع عمرو أديب، كان بيتكلم فيه عن الفيلم، وكان رأي عمرو إن دور كيرا هيكون مناسب أكتر ليه، وكان تعليق أحمد عز إن دور الجن عجبه علشان في حركة. وفي الأول وفي الآخر ده رأي المخرج، ولو كان اتعرض عليه دور كيرا كان هيعمله عادي. كلمني عن الجن في الكيرة والجن. أنا كنت بقوم كريم عبد العزيز عليك وبقول له إن أحمد عز ضحك عليك وخد، قال لي أنا ملياش دعوة، ده المخرج مش عارف إيه. قلت له لا، هو دور أنت كان المفروض تاخد الجن ما تاخدش الكيرة. أنا قريت الكتاب ده قبل ما نعمل الفيلم بسنة، وكنت شايف الجن وهو بيتحرك. على فكرة الجن في الكتاب أكتر من كده بكتير. يعني مش عايز أقول إن الفيلم ظلم الكتاب، بس الكتاب فيه ماتيريال أكتر بكتير من اللي تصور. لأنه بيكتب بقى يعني التجسيد ده في الصورة مش سهل، والخيال أبعد بكتير قوي زي ما عايز قوي. فأنا شايف نفسي بتنطط. فلما لقيت مروان حامد بيكلمني بيقول لي أنا بنفكر نعمل كيرة والجن، أنا معرفش أنا هعمل إيه. قلت له هنتقابل امتى؟ هنتقابل كذا. رحت عرفت ان انا هعمل الجن وكريم هيعمل كيرة. كناش نعرف حاجه. احنا رحنا صورنا فعلا انا وكريم، مش عارفين ايه اللي بيحصل خالص غير السكريبت اللي قدامنا، انما كدعايه مين فين، مين هيحصل ايه، مين هيكتب ايه، والله ولا كان في دماغنا حاجه. وكان من امتع كواليس الافلام اللي عملتها في حياتي. هو مين اللي ابتدى تمثيل قبل التاني؟ كريم اقدم مني. كريم وحلمي والسقا اقدم مني، وهاني سلامه اقدم مني كمان. انا داخل عليهم. بس انت ما كنتش تعمل كيرة؟ لا، لو كان اتعرض عليا كنت هعمله طبعا. كنت هعمله طبعا، بس انا كنت حابب الجن يعني، وانا بعمله كنت بس مستمتع بيه قوي، لانه الشخصيه فيها طلوع ونزول من واحد طبعا
ده في ثوره بتحصل في الشارع ايوه وهو قاعد معاه بيسكر في اوضه. ورغم كل الآراء الإيجابية واللي أشرت بالعمل إلا إنه توجه له نقد بسبب بطء بعض المشاهد، وإن في شخصيات ثانوية ما خدتش مساحتها عشان تظهر، وده طبعا غير مدة الفيلم اللي كانت أزمة لناس كتير. الهوى سلطان فيلم تجاري وده شيء ما يعيبهوش، بس أنا عايزاك تشوف الفيديو ده قبل ما أعرض لك رأيي الشخصي. انا بس عايز اعلق على الفيلم بتاع الهوى سلطان، معلش مع احترامي يعني، اللي عامل ضجه اليومين دول. انا شفت الفيلم بصراحه يعني، بغض النظر انا نمت 4 مرات في الفيلم، صحيت ونمت، صليت العصر، نمت، صليت كده وهو لسه شغال. ما فهمتش في الاخر هم عايزين ايه يعني. هم عاملين يلفوا بالعربيه، عاملين يحرقوا في بنزين، مع البنزين غلي مش عارف ايه، مفولين وفي انتاج وفي عمالين يحرقوا في البنزين. جابوا لنا دوار البحر على راي زميلي عثمان بدران حبيبي، اتفرج معايا وقال لي انا ايمن انا جالي دوار البحر. قلت له ما بيلفوا، قلت له خلاص اركن على جنب وانزل يا عثمان، ما تقرفناش انا دافع تيكت سينما عايز اعرف ايه اللي هيحصل في الاخر. فما فهمناش لا انا ولا هو. قلت يمكن العيب فيا انا اساله، فلقيت هو كمان هو مش فاهم اي حاجه، نام مني برضه في السينما. فمش ده موضوعنا، مش ده موضوعنا، وده ممكن اتقبله عادي مفيش مشكله. اخراج سيء جدا برضه مش ده موضوع يا جماعه. بس يا ريت يعني اللي يالف ما يخرجش واللي يخرج ما يالفش، معلش ندي العيش لخبازه، هو كل واحد في حتته، عشان ما نقرفش معانا المشاهد ونحيره ونلففه وندوخه. الراجل جاي من الاخر حارق فلوس ودافع وسينما وبتاع وصارف، فيطلع في الاخر مش فاهم اي حاجه. عرفتونا بصراحه. انا الموضوع يا جماعه اكبر من كده بكتير. انا ما فهمتش اي حاجه من الفيلم ده، مفيش اي رساله وصلت لي غير رسالتين، وللاسف وصلوا لي بشكل واضح وصريح، ان الشرب بقى عادي جدا في مجتمعنا، اي حد ممكن يشرب في البيت في الشارع في الخروج، الموضوع بقى عادي جدا وبسيط وسهل. وموضوع المساكنه حبايبي والله يعني بيوصلوا للبنات وللشباب والاجيال المنيله ب 60 نيله اللي طالعه ان المساكنه بقت عادي جدا خالص، مفيش مشكله. روحي حبيبتي، روحي مخنوقه مكبوته، روحي للواد حماده البيت، اقعدي فضفضي معاه، يطبطب عليكي، يقوم ظرفك واحده بوسه في واحده حضن، هتطلعي الكبت اللي جواكي، تنطري المشاعر اللي جواكي وتفكيها. فاسكنوا مع بعض، اي اتنين زعلانين يطلعوا اجروا لكم شقه ب 3 4000 جنيه في اي خرابه تاخدكم، واعملوا مساكنه، فضفضوا وطلعوا كبت المشاعر والاحاسيس. هذا اللي وصل لي والله. بغض النظر كان في بوسه عبيره كمان يعني في الاسانسير، جاتكوا ده هي فتحتوا عيونهم علشان كده حطوا كاميرات في كل الاسانسيرات وفي المولات، مش هنلاقي حته نبوس فيها بعد كده. كان في كده حته مشبك سريعه اتاخدت. أيمن مصطفى نزل فيديو وقت عرض الفيلم بيعرض فيه رأيه عن الفيلم، واللي بالمناسبة أنا متفقة معاه في الرأي، وحذر الأهالي وطلب منهم يكونوا حذرين أكتر من كده مع أولادهم، لأنهم في سن مراهقة وبيتعرضوا لحاجات زي دي. بغض النظر عن المحبين والداعمين لهذا العمل، إلا إنه أقل حاجة يتقال عنه إنه ما يتشافش، لأنه بكل بساطة معرضش أي فكرة. ولا أقولك الصراحة هو عرض فكرة المساكنة، وإنه عادي لما تكون متضايق تروح تشرب عشان أنت مضغوط وكده، ضاربا بعرض الحائط كل القيم والمبادئ المجتمع الشرقي اللي بيتعرض فيه. ولكن عشان الصراحة فاللي طلعنا بيه من الفيلم ده هو أغنية أنا من غيرك لبهاء سلطان.